طب يا دكتور ايه الاعمال الفنيه اللي ظهرت في ركن فاروق في السينما المصريه؟ انا عايزه اقول لك يا منى، برافو عليكي جدا على السؤال ده، وسؤال حلو قوي مميز. وكمان مش كل الناس بتبدا تعرف ان احنا ايه اللي اتصور هنا، خاصه في الاماكن الاثريه. يعني عندنا كل الاماكن الاثريه تحديدا تقريبا اتصور فيها اعمال سينمائيه كتير جدا. ولكن الاستراحه بتاعت الملك فاروق دي دايما مرتبطه بذهني بالافلام الابيض والاسود القديمه، وتصور فيها على فكره العديد من الاعمال السينمائيه والافلام. ولكن احنا هنتكلم دلوقتي عن الاشهر فيهم. اشهر حاجه الفيلم بتاع الشموع السوداء بتاع خالد سليم ده. عمل هنا مشهد مهم قوي لما كان ماشي مع نجاة الصغيره وبيقول لها هناك في اخر الممر ده في فسقيه حلوه قوي هتعجبك. قالت له فسقيه ايه دي؟ بقت انقاض. وبعدها قال لها انقاض. استغرب جدا ان هي كانت بالشكل ده. فبدأت تاني يوم ان هي نجاة تجيب العمال وتنظف المكان عشان تظهر لينا النافوره اللي موجوده في الساحه بتاعه استراحه الملك فاروق جوه. ومن تاني اشهر افلام برضو اتصورت في الاستراحه بتاعه الملك فاروق الفيلم بتاع نهر الحب بتاع خالد ونوال. كان فيه فاتن حمامه بترقص رقصه شهيره جدا مع البطل في الوقت ده، وطلعت رقصت قدام النافوره اللي بشكلها المميز جدا. هنشوفها برضو في الفيديو ان شاء الله. صورت برضو جزء من الفيلم بتاع نهر الحب في الاستراحه. وحديثا بقى اخر حاجه او حاجه اكسكلوزيف حصري لسه نازله ما كملتش حتى شهر يعني. المسلسل بتاع ورد وشوكولاته يوم الفرح بتاعها كانت مصوره هنا في الاستراحه بتصوره الملك فاروق، وعامله قاعه الاحتفالات كان هي فيلا مأجراها يعني، ولكنها في الاصل في الاستراحه بتاعه الملك فاروق. في اعمال كتير جدا جدا اتصورت في المكان، ولكن احنا اتكلمنا عن اشهرهم.